قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبوك. طيب، أن الإنسان يطلب محبة الناس إذا كان مع محبة الله سبحانه وتعالى هذا أمر مطلوب، بل من علامات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده أن يحبب فيك الناس. أن يحبب فيك الناس. كيف يحبك الناس؟ يحبك الناس إذا لم يكن قلبك وهمتك متعلقة بما في أيدي الناس. صاحب أخاك لا لماله ولا لجاهه ولا لسلطانه، وإنما صاحبه لأنه أخ لك في الله، في الدين، أخ لك في الإسلام. والله عز وجل قال لنا في كتابه الكريم: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال: ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وقال: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخريا ليس من السخرية الاستهزاء، وإنما من التسخير، يعني أعوان وخدما، كما قال الإمام السيوطي في تفسيره. لذلك الغني يكون فتنة للفقير، والفقير كذلك يكون فتنة للغني ليتصدق عليه أم لا يتصدق، والصحيح فتنة للمريض، والمريض كذلك فتنة للصحيح، والعاصي فتنة للطائع، والطائع فتنة للعاصي، معادلة متقابلة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. لماذا؟ لينظرنا الله عز وجل: أتصبرون؟ ليرى صبرنا، ليرى صبر الغني على غناه، هل يتصدق به أم لا؟ صبر الفقير على فقره، هل يصبر أم لا وهو يرى الأغنياء؟ صبر الصحيح على صحته، هل يسخر في طاعة الله أم لا؟ صبر المريض على مرضه، هل يصبر وهو يرى الأصحاء؟ صبر الطائع على طاعته، هل يحمد الله عز وجل ويتوجه إليه بالحمد والشكر وهو يرى العاصين؟ صبر العاصي على معصيته، هل يرجع إلى الله عز وجل وهو يرى الطائعين؟ بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله هو الذي يرانا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف أحوالنا، هو الذي يرى اختبارنا وتعاملنا مع هذه الفتنة، لأن الفتنة هي الاختبار. تقول: فتنت الذهب إذا اختبرته. لذلك إذا أراد الإنسان أن يحبه الناس، لا يكن قلبك ولا تكن همتك متعلقة بما في أيدي الناس، بما في أيدي الناس، لأن الناس يكبرونك إذا كنت مستغنيا عنهم، إذا كنت غير محتاج لهم. وإن كان كل بني آدم يخدم أخاه سواء شعر أو لم يشعر، كما قال الشاعر: الناس للناس بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فهذا يخدم هذا وذاك يخدم هذا، ولكن في إطار الأصول المتعارف عليها، لا في إطار الطمع ولا في إطار الجشع ولا في إطار أخذ حقوق الغير. فالمؤمن دائما عزيز مرتبط بالله سبحانه وتعالى. إذا أكرمه الله عز وجل بالخيرات في الدنيا لا تتعلق همته بما لا يكسبه، وإذا أكرمه الله عز وجل بصحبة الناس لا تتعلق همته وتعامله وكلامه وتصرفه بما في أيدي الناس. هذه المعادلة حتى يحبك الله عز وجل وحتى يحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيد الحديث: قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام كما روى سهل بن سعد الساعدي: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، عملته أحبني الله وأحبني الناس
فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا بما يحبه ويرضاه، ويجعلنا من الزاهدين كما أمر رسول الله. وإلى حديث آخر من أحاديث الأربعين النووية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وأن ينفعنا